عايز ايه؟ مش عايز؟ ملوش هو في الاكل ده، يعني عايز ياكل بقى ايه؟ لحمه، مكرونه. ايه يا عم الاسعاف؟ راح فين؟ ايه؟ لا بشوفه كده وانا نازل بيصعب عليا جدا اقسم بالله، يعني دايما وانا نازل كده قام جاي تحت رجلي عايزني اشيله. ما تمشيش يا بابا. لا بجد شعور تاني خالص. شاو يا بابا. باي. بصراحة اليوم النهاردة انا مسميه يوم الانشغال، يوم من الاخر انجاز الحاجات اللي ورايا. النهارده انا في حاجة كتير عايز انجزها، ولكن طبعا مش هينفع ابدا اليوم من غير صلاة الجمعة. في ايه؟ في ايه؟ عايز اروح اصلي. تشاو تشاو. باي يا بابا. كالعادة الحمد لله لحقت الصلاة، الحمد لله. اثبتي كده لحد ابوكي. ايوه. عامة المفروض انا كنت اقابل مهاب. اثبتي بقى. المفروض كنت اقابل مهاب يعني في الصلاة دلوقتي، بس طلع ان هو اتأخر فصلى عنده في البيت، لان هنا في المانيا كل جامع بصراحة بيبدأ الصلاة في مواعيد مختلفة. ليه؟ لان في الوقت ده الناس كلها شغاله، عندنا مفيش حاجه اسمها الجمعه اجازه. ففي جوامع مثلا عارفه ان في المدينه عندهم مثلا الناس ايه بتاخد البريك بتاع الشغل في وسط النوم او في وسط اليوم، ممكن مثلا الساعه 1:30 الساعه 2. هي الصلاه بتأذن الساعه 12 او 12:30. ففي ناس بتقيم او بتعمل الخطبه بدايه من الساعه 2. ده الجامع اللي انا بصلي فيه. في مثلا عند مهاب على بعد مثلا نص ساعه من هنا بيصلوا الساعه 3. وفي جوامع مثلا تلاقي الاذان مثلا 12:30 الساعه 1:30 يصلي. يعني هي ايه بيختلفوا حسب طبعا مواعيد الشتاء والصيف، وفي نفس الوقت حسب مواعيد شغل الناس. انا شايف دي حاجه كويسه. بيختلف تماما عن الصلاه عندنا في مصر، لان عندنا يعني في مصر اي جامع على طول الاذان بيأذن، بتبدا بعد كده بعدها بشويه بسيطه الخطبه والصلاه تقريبا في اي مكان كده يعني. فدي انا شايف انها ميزه حلوه هنا، بحيث ايه ان تقريبا يعني كل اللي عايز يصلي يقدر يلحق الصلاه. حتى ساعات بيكون حوالين البيت بتاعك مثلا في جامع 2 3، كل جامع بيبدا مثلا في وقت مختلف عن التاني. تلاقي ده يبدا ربع ساعه متاخر، ده يبدا ربع ساعه بدري، نص ساعه بدري. فتقدر اللي هو ايه لو انت شغال ان انت تحدد يعني انهي جامع هتقدر تروحه في انهي ساعه بالظبط عشان تقدر تصلي وكده. فدي حاجه حلوه. بجانب طبعا ان الواحد بيدور على جوامع بتكون الخطبه فيها بالعربي، لان في جوامع الخطبه فيها بالتركي او ساعات بالاندونيسي تقريبا او حاجه زي كده يعني. ما علينا، معلومه قلت معرفش تفيدكم ولا لا. حاليا بظبط السيت اب، مش السيت اب يعني، بظبط الكاميرا علشان هصور دلوقتي فيديو اللي هو اسمه بدون مونتاج. طبعا لو انت يعني متابع القناه فانت عارف ايه هو بدون مونتاج، لو مش عارف خش اتفرج على الفيديو اللي نزل قبل ده. بجانب ان انا بعمل تيست المايك جديد، يعني المايك المفروض ان انا لابسه. طبعا لولا قربت انت شفت ان المايك اللي بينكم بيفهم في المايكات، هو المايك محطوط في جاست دو ات، يعني انا مغطي بيها الفتحه بتاعت حرف الدي. ولكن لو انا فعليا قاعد كده وبتكلم مش هتعرف خالص ان انا لابس مايك، ولا لو لابس تيشيرت اسود مثلا، غير طبعا لو هتركز عليه. يعني لولا انا وريت لكم دلوقتي وهو مكانه فين. لو انت جديد على القناه فالفيديو دوت بدون مونتاج. بدون مونتاج عباره عن فيديو انا المفروض نازل دلوقتي علشان اعمل كاوتش العربيه، ولكن انا بس ايه عايز اعمل تجربه تانية كده برضو خفيفه. اهلا يا عم ادم. بحاول استخدم المايك الجديد دوت قبل ما اعمل بقى ايه يعني دي زي ما نقول الفاينل تيست، التيست الاخير قبل ما اعمل عليه الفيديو ان شاء الله. ولكن هو لحد دلوقتي ايجابي 100%. من الحاجات الاساسيه اللي لازم طبعا انجزها النهارده، انا بقالي كتير قوي ما عملتهاش وعملت غلطه الصيف اللي فات، فانا مش عايز اكرر نفس الغلطه. الصيف اللي فات زي ما انتم عارفين هنا في المانيا الواحد لازم يغير الكاوتش بتاع العربيه لكاوتشات الصيف في الصيف والكاوتشات الشتاء في الشتاء. فمعظم الناس طبعا عندها زي ما قلت 8 جنوط 8 كاوتشات، ده العاده. وطبعا في يعني في حالات خاصه كده زي العربيه اللي انا لسه هعمل عليها فيديو اللي هي جوه في الجراج، في حاجه اسمها الفيتا او اول سيزون، يعني كاوتش بيكفي السنه كلها، يعني طول السنه تقدر تمشي بيه شتاء وصيف. بيبقى طبعا اغلى في السعر من الكاوتشات بتاعت الصيف بس لوحدها او الشتاء لوحدها، ولكن ارخص في السعر من 8 كاوتشات.
كالعاده يعني. فالعربيه بتاعت كوكو دي كاوتشات الشتاء. كاوتشات الشتاء دي المفروض الصيف اللي فات كنت اغيرها واركب كاوتشات الصيف. طبعا عدى شهر 2 سافرت نسيت اركبها خالص وجه علينا الشتاء بسرعه فما لحقتش طبعا ان انا اغيرها. ودلوقتي احنا في اول شهر 6 والمفروض كنت اغيرها في نص 4 او في اول 5، بس طبعا عشان الكسل اللي انا فيه ما غيرتش حاجه. وده يعتبر واحد من الانجازات اللي انا لازم اعملها. طبعا انا مش بزهق يعني من شغل اسمه ايه ده، تغيير الكاوتش والحاجات دي. اي حاجه في العربيات انا بحبها بصراحه، ولكن انا عارف انت اسمها ايه، اوفر ثينكينج، بفكر كتير قوي. يعني انا بصراحه باخد وقت كتير قوي عبال ما انجز حاجه. انا الحمد لله ان انا ايه حاليا ماشي خطوه خطوه. فلو في حاجه قدامك عايز تنجزها ولسه ما انجزتهاش عبال ما انا اغير الكاوتش قوم انجزها وارجع كمل الفيديو عادي، مفيش اي مشكله خالص. تقريبا الجراج علشان ما دخلتوش بقالي شهور في ريحه حاجه ميته جوه، مش عارف ايه هي، بس في ريحه حاجه ميته، فار بقى، ثعلب، تفهمش. شكلها كده النهارده مفيش تغيير كاوتش. مش لاقي المفتاح اللي بيفك العجله، يا اما سلفته لحد يا اما مخفي فوق في الشقه في مكان ما. المشكله ان انا طلعت دلوقتي دورت وفعليا ما لقيتش اي حاجه. ما دورتش قوي يعني بس دورت. دي المشكله رقم 1. المشكله رقم 2 ان انا نص ساعه بالظبط ولازم اروح الشغل، والكاوتشات بتاخد مني بالظبط تلت ساعه تقريبا، يعني الاربعه تلت ساعه ونص ساعه في السريع قبل ما اخد دش وكده. فشكلها النهارده عشان ايه قبل ما اطلع ادور والاقي المفتاح. هي دي الفكره ان انا مش لاقيه اصلا، عشان اقول ان انا يعني كمان نص ساعه اخلص. انا مش عارف اشتغل لان انا اللي موجود معايا حاليا معايا ده الالكتريك، هقدر افك بيه بسهوله، ولكن ده ما ينفعش اربط بيه، لازم اربط بالمانوال علشان اظبطه. هو مالها الشاشه ضلمه ليه كده؟ في ايه؟ الفكره في العربيه ان انت ما ينفعش بالمسدس الكهرباء ان انت تفك وتركب، انت تفك اخرك بس، ولكن لما تيجي تركب محتاج المفتاح اللي هو المانوال ده عشان تربطها على 120 تقريبا نيوتن متر تقريبا، يعني مكتوب عليها ان ام او ان بس الله اعلم وحده القياس بتاعتها ايه، ما علينا لازم 120. مسدس الكهرباء ممكن يقطم المسمار، ممكن يربطه جامد، ممكن يربطه خفيف، فانت ما بتبقاش عارف. المشكله ان انا عندي مفتاحين سبحان الله مش لاقي ولا واحد منهم. عارفين انت لما تيجي كده في يوم تلاقي كل حاجه ضايعه، يعني ده المنظر. الكاوتشات كلها بره. تاني انجاز المفروض كنت اعمله النهارده مش هيتم انجازه. اوكي انا هقفل واطلع. شكرا على كده. خد حطي دي في الشنطه، حطها في الشنطه يلا بس عشان اليوم يفضل برودكتيف. انا رايح الشغل الساعه دلوقتي 7، هخلص الساعه 9، فعلشان كده تقريبا يعني هيكون كده اليوم بالنسبه لي انتهى. وتقريبا هعمل بقى ايه الكاوتشات دي بكره، ولكن يعني انا مبسوط ان انا على الاقل ايه خدت الخطوه واتجهت ناحيه الجنوط ان انا اعملها، ولكن هو حظي وحش فانا هحاول اتصرف. يعني لو ما لقيتش هستلف بكره من حد. انا بقى بحاول حاليا ان انا الفيديوز اللي انا بصورها تنتهي اخرها كده اخر النهار، يعني الساعه 7 8 بالكتير قوي، لان انا عايز من بدايه من 8 لحد الساعه 10 ونص يبقى زي ما نقول ايه فاميلي تايم كده، وقت العيله مع كوكو وادم. الفيديو خلص، شكرا ان انتوا اتفرجتوا لحد الاخر. ثواني بس ما تقفلش الفيديو، انا خلصت شغل. بما ان الجيش بيقول لك اتصرف، ايوه يا وحش، فانا جيت اتصرف. طبعا هاجي مين عند المعلم حسام التنين. ايوه بقى انا اموت في التطبيل قوي. الريكوست ده من حسام، هل الجمهور يطلب بعمل ريفيو على العربيه دي ولا لا؟ في الكومنتس هشوف. انا جاي عند حسام علشان ينقذني في البتاع ده. الله ايه ده ما شاء الله. طب دي انا هاخدها دي؟ لا انا هاخد روح. انا همشي معاك بنظام ايه النسيان، يعني انا هاخدها اسبوعين 3 4 لحد ما تنسى خالص زي اللي عمل معايا. انا ما اعرفش هتدفع كام في ادم. هو عايزني ابدل ادم بدي؟ لا ما انا هخطفه عشان ارجع دي يا اسطى. لو باتنين من دي ماشي. ماشي خلاص بكره. هي مظبوطه على كام دلوقتي 0. بتظبطها ازاي بقى وريني؟ تروح ماسك دي كده انت كده فتحته يعني وتطلع. طب هات على 120 اظبط على 120. ده اللي انا قصدي عليه، ظبطنا بالظبط على 120. تسلم يا عمونه حبيبي. فانت اقفل الفيديو. يلا لايك سبسكرايب and have fun. يا ولد. pull up on the block in a big Corvette, yeah. Ride around the city with a stick all black, try with a stroke